سيادة العميل المغفل، عشان انت احلى عميل مغفل في الدنيا. ايه اللي بيحصل معاك عشان بتبقى مغفل؟ انت بتبقى مغفل وانت بتيجي تشطب شقتك ولا فيلتك ولا اي مشروع يا باشا، انت بتبقى واخد على عينك طرش، وانت فاكر نفسك ان انت اور ليه يا عم الحاج؟ عشان انت بتيجي تعمل نفسك شاطر، عايز توفر، عايز تكسب، عايز تعمل حاجات كتير قوي. فده مش هيحصل يا باشا طول ما انت مش مذاكر. معلش، ولا كلنا بقى كنا فهمنا في الميكانيكا، ولا كلنا كنا فهمنا بقى في البتنجان. فانت يعني انت ما بتفهمش في البتنجان، خلي البتنجان اللي بتوع البتنجان يا عم الحاج. طيب عشان ما تبقاش بقى عميل مغفل ويضحك عليك وتاخد احلى قلم وشلاليت يا باشا، اهم حاجه لازم تعملها ايه هي؟ معاك لوحه لشقتك. بدون اللوحه كل سنه وانت طيب. وعايز اقول لك ان بقى في ناس صحابنا شطار يغفلوك ويدوك على عينك عشان تضحك عليك تاني. ليه يا باشا؟ ازاي؟ يعمل لك اللوحه اوتوكاد 2 دي بنفس المقاسات والباقي بلح. ايه الباقي بلح؟ مفيش مقاسات. باشا لو ما شفتش بعينيك وقعدت قدامه على الكمبيوتر وشفت الدايمنشنز بتاعه السكيل اللي هو رافع بيه ارتفاع وعرض كل اوضه، انسى الدنيا. وما هو ما اثبتلكش ده من غير ما انت تطلبه، انت كده كده بتتغفل. يعني ايه يا باشا بتغفل؟ المهنه، وانا عارف ان ناس كتير قوي هتعترض على اللي انا بعمله عشان انا كده بقطع لقمه عيش لناس كتير قوي. بس انتوا تعبتونا بالسرقه، لان انا مش شايفها الا غير سرقه. قول له انا هعمل لك مجهود 3/4 او ربع بجنيه. ما هو الراجل بتاع الطماطم لما بيبيع الطماطم يا عم الناس بيبيع 10 جنيه ورا نظيفه، وبيبيعهم 2 جنيه تحت معفصه. فما بيبيعوش المعفصه على انها ب 10 جنيه. لو سمحت بين له الخدمه صح. انا هدفع كام؟ مقابله ايه؟ المقابل قصاد الخدمه اللي انا باخدها. بدون الخدمه ودون المقابل كل سنه وانت طيب النتيجه بقت بلح. يا باشا ازاي بلح؟ انا بقول لك بقت بلح عشان انت ما بتاخدش، انت بتاخد القطه المعفصه. طيب تعالى نتكلم بقى في شغلنا والنتيجه بتاعتنا. انت اولا بتعمل الرسم، فيروح جاي عامل لك اللوحات على 2 دي اوتوكاد ويريحك، فانت تطمن. انت عامل نفسك بقى انت عامل مغفل، فاكر نفسك جامد وفاكر نفسك فاهم وفاكر نفسك ان انت افشخ حاجه في الكون، وهتاخد على عينيك. اول ما يعمل لك ال 2 دي، بعد ما يعمل لك ال 2 دي هو يبتدي يشتغل ان رياليتي. يعني ايه بيشتغل باي مقاسات في الدنيا؟ هو هنا باب وشباك بتوعك بس مش بالمقاسات الواقعيه، وطالما ما طلعلكش مقاسات رياليتي ادي عمل مرحله 3 دي، وعدد الشطات بتبقى اقل. ولو عنده ضمير هيعملها لك كتير. بس كده انت ايه؟ خدت احلى جلاشه في الكنافه. خسرت. رقم 3، انت مفيش مقاسات ولا لوحات تنفيذيه للشغل بتاعك. كده انت خسرت، ما دفعتش فلوس، فانت كده مغفل. عملت نفسك ناصح فافتكرت ان هو رسم لك بالمقاسات الواقعيه، بس هو ما رسملكش بالمقاسات الواقعيه ولبسك في الحيطه. متنساش تبقى مغفل تاني، وخليك شاطر في شغلك. سيب الموضوع لناسه او اعمل تراست. بس انا جاي اقول لك بالبلدي عشان يعني ما تزعلش مني، ما تبقاش ازاي مغفل، لان احنا في ناس كتير قوي بتتغفل في القصه دي ويضحك عليها. بالبلدي دي خلاصه الزتونه، ده اللي انا كنت جاي اقول لك عليه خلاصه. وفي ناس بتضحك عليك بطريقه ما، فانت عارفين ان انت ناصح وعامل نفسك ناصح، بس انت بتتغفل يا صاحبي. انت بتتغفل يا سياده العميل. سياده العميل انت بتاخد فوق دماغك، فخد بالك. انا جاي اقول لك تمام، وبتدفع ارقام كتيره. ده الخلاصه.